السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخوان الغالي. طبعا هذا المكان مثل ما تشوفون انا قد سوينا جزء منه، انا واحد من الشباب الله يكتب اجره، وهذا كل الجزء الاخر سويناه. طبعا المكان موقعه هذه الهدة بني سلامة، زور بني سلامة، هذا زور بني سلامة. وطبعا المكان من عام 2017 وانا اجيه، يعني تقريبا 27 سنة، وانا اللي مسوي الوجار ذا مضبطه ومنظفينه. كان حصى سحبناه بالسبته لين ودينا هناك، وبنضبطه ان شاء الله. نوافيكم بالتصوير ان شاء الله بعدين، انا والاخوان الباكستانيين جزاهم الله خير. والمكان طبعا يكون ننويه صدقه لنا ولكم، من جاء فيه وبعائلته الحاله ينبسط فيه ويستانس، والله يكتب لنا ولكم الاجر. بس اهم شيء عاد التساعد على النظافه، وبتشوفون المكان ان شاء الله باذن الله، بصوره لكم بعد ما نخلص ان شاء الله. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. والمكان ذرى وممتاز ومرة ما شاء الله تم الانتهاء، بنيناه الجدار، باقي الجزء هذا الآن يعني نعمل على ترتيبه. جزاهم الله خير ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا انتهى والجزء ذاك انتهى، يمكن بعدين نزيد عليه يعني بنشوف عاد وش الطريقة. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله، الله يكتب الأجر لنا ولكم. موقع بني سلامة، هذا كل هذا زور سلامة الطريق ذا. اللي بيجي هنا مع عائلة يبي يعني المكان وقف صدقة يعني، ولا لي ولا غيري والمن جاء، الله يكتب لنا ولكم الأجر فيه والمثوبة، يغفر لنا ولكم الوالدين وكل مسلم. على ما قال المكان أرض الله سبحانه وتعالى ولا الجميع، نبي فيه الأجر، نحتسب فيه الأجر. وفقنا الله وإياكم أخوان الغاليين. الحمد لله تم الانتهاء، وإن شاء الله كل ما جينا زدنا عليه وضبطنا وعدلنا. شكرا ميزان، يعطيك العافية. شكرا يا مطوع. الحمد لله الحمد لله تم الانتهاء، وذاك بنزيد فيه بس بعدين إن شاء الله. طبعا خلينا بينها مسافة علشان ما ينكتم المكان ومن القوارش ما تجمع فيه. وثاني شيء المكان تمام ذرة، ما في هواء يعني، ما هي مشكلة. بس احيانا يجيك الذاري، إنه بس نبي نسلم من الذاري اللي يكز التراب في وجه العدو، اللي العاصف اللي يكز. قلنا بنسكره بس نسويه زي الحاجب، زي الرواق، زي الذري، يرده منه بس. ولا المكان ما شاء الله ذرة ممتاز ممتاز ما شاء الله. اي والله 27 سنة في المكان ذا، ما شاء الله تبارك الله مرتاحين فيه. لكن يعني هو اللي بس نقول له بنسكر عشان الهواء كذا ويرتاح الواحد، حتى اللي معه عائلة يرتاح، يحط سيارته منا ولا مناك ويرتاح.